والاثنين اللي التحموا مع بعض وانطلاق اختراق شق الطريق سدد هوبا الهدف الاول لنادي الزمالك. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام هو ده الكلام. هدف اول لنادي الزمالك بيحرزه مدافع نادي طلائع الجيش في مرماه. طبعا هي الصوره جايه مع مصطفى فتحي لانه هو صاحب الفضل الاكبر في التسديده، ولكن التسجيل كان من مدافع نادي طلائع الجيش. شوف اللعبه مره ثانيه، ادي الانطلاقه وادي مصطفى فتحي وانطلاقه والتسديده. هنا بقى مدافع طلائع الجيش بيحاول يطلعها، المدافع محمد هاشم مواليد 95. محمد هاشم لسه صغير في السن 20 سنه فقط، لكن هنا بقى خبطت في رجله الثانيه وضرب لخمه وسجل محمد هاشم هدف في مرمى لنادي الزمالك. ايمن حفني يلعب على طول، لمسه واحده في منتهى الروعه من احمد عيد عبد الملك ومدرسه الفن والهندسه والعرضيه والتسديد والهدف الثاني. الهدف الثاني احمد عيد يجيد ويفيد ويحرز الهدف السعيد لنادي الزمالك. هدف ثاني لنادي الزمالك اعزائي المشاهدين، ومبكرا جدا في شهر 7 تفتح مدرسه الفن والهندسه قبل موسم المدارس بدري جدا جدا. عملت تمريرات عالميه 1 2 3 والرابعه جول. احمد عيد عبد الملك هو اللي بداها. شوف احمد عيد، شوف التمريره العالميه واتحرك قطع حوالي 30 يارده سبرنت عالي جدا. عملت عرضيه بالمسطره. شوف احمد عيد لمسها لاحمد سمير، سند سمير وعمل عرضيه عالميه والتسديده 100 فتح وش رجله حلو قوي والهدف يفرح الزملكاويه. وهدف ثاني لنادي الزمالك في الدقيقه 14.